ايه ده ولا ده يا ابن الكلب انت؟ هو صايع كبرته خلاص، كبرته على التختخ عشان مبقاش فيه مصالح وكتمنص. بس عادي يا عم، الدنيا دي بتعمل كده، كل واحد بيعمل بأصله. وانا لما اتكلمت ان انا ما اتبادلتش نفس الشعور. اعذروني بقى يا جدعان، انا بتكلم بتلقائيتي، بس بجد انا قدرت وما اتقدرتش. انا بس عايز اوصل نقطه صغيره يا جدعان للناس اللي مفكره ان انا بتكلم لاجل ان عصام ما ذكرش اسمي في برنامج والحاجات الهبله دي. انا الجدع ده من ساعه ما طلع كان معاه مشكله، كلمته قلت هيطلع طبعا يقعد يومين كده يغير جو وبتاع. اكلمه مثلا ايه بعد ما الدنيا ايه تروق معاه، اكلمه: ايه يا ابن الحلال وحشني، اروح قلبي ربنا ما يكتبها عليك تاني، ربنا يطلعك بالسلامه، عايز اشوفك. رد عليا قال لي حبيبي حمو. وكل الجراوي اللي طلعت اتكلمت دول وربنا ما في حد فيكم اقول لكم ايه، بس كل واحد عارف تمام. بص يا ابني، انا اللي هخرف معاك في الكلام عشان انا طلعت بيتك وكلت عيش وملح فيه، واعرف امك واعرف ابوك. والناس اللي انت بتقول ان هم بيعايروك بيا، انت اصلا يا محنك، مش انت اللي معرفني عليهم. انا اللي جابني وقال لي تعالى هتسجل اغاني مع عصام هو شمس الناسف يا حنيكي. وانت ما كنتش بتاخد فلوس مني في اغاني بتسجلها لي فعلا، بس كنت بتاخد في اغاني بتنزلها على قناتك كانت بتجيب لك دولارات. يا محنك يا مقشف، اللي متعرفش يعني ايه عيش وملح وعشرة. انت لو عيل بتفهم يا ابني هتراضي النفوس، لكن انت عايز تغني وعايز تبقى المطرب. بس انت يا ابني القبول ده من عند ربنا. لو غنيت مع عمرو دياب محدش هيشوف امك عشان انت ما عندكش قبول بربع جنيه. يا اصفر يا غلاوي، يا اصفر يا غلاوي يا زئيب، انت والجرو البغل العجلت. طب بص يا عم، اقسم بالله اخر كلمتين هقولهم في الموضوع ده، ولو طلعت قلت ايه يا ابني بعد كده انا ما هرد عليك تاني. انت بتقول ان انا كنت داخل عليك وانت معاك عربيتك والاستوديو بتاعك وانا كنت على الله. ما هو ده اللي جنك يا صاحبي، ده اللي كرهك فيا، ان ازاي التيخة مرة واحدة بقى معاه عربية احسن من عربيتي، بقى بيغني والناس بتحبه وبيطلع واوردرات ونجاحات واغاني بتنجح ازاي ده يحصل؟ وانا يا ابني لما كنت قصدي بقولك انت محنك، كانش قصدي محنك في الفلوس ولا في العربيات ولا في الاستوديوهات. انا كان قصدي انت محنك من جوه، انت مش حلو. ربنا يعينك على نفسك يا صاحبي. ولو بتقول 90% من الناس بتكره حمو، ده بيتهيألك يا ابني والله.